اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الفهيم. هو ليه كارت يلا باي مسبق الدفع من البريد المصري هو الكارت الوحيد دلوقتي في مصر اللي عدى من قرارات البنك المركزي المصري وبيقبل الدفع والشغل والشراء الاونلاين بره مصر وجوه مصر، وكمان بيتربط بباي بال؟ ده اكتر سؤال جالي، وان شاء الله في الفيديو ده هعرفك كل حاجة عن كارت يلا باي من البريد المصري مسبق الدفع، ازاي تجيبه وازاي تفعله على تطبيق يلا سوبر اب، وازاي تشحنه وتستعمله بره مصر وجوه مصر، وليه الكارت ده الوحيد هو بس اللي شغال حاليا من ضمن كروت كتير اتوقفت دوليا والشراء دوليا من على الكروت التانية اتوقف بره مصر. فقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس على الكل، ادعم الفيديو ده بالشير على منصات التواصل الاجتماعي، ادعمنا بلايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو على منصه اليوتيوب. ويلا بينا نخش على التفاصيل. هيئة البريد المصري يا جماعة هي هيئة مستقلة بذاتها، لا تخضع لقرارات البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري لما نزل الفترة اللي فاتت ايقاف التعامل الدولي على الكروت مسبقة الدفع في مصر، كان كل البنوك الخاضعة لقرارات البنك المركزي المصري نفذت هذا القرار إلا كارت يلا باي من البريد المصري، لان الكارت ده خاص بهيئة البريد المصري وهي لها التحكم الوحيد في انها توقف البيع دولي او الشراء دوليا من على الكارت او لا. ديت كده النقطة او الرد على السؤال بتاع الناس اللي شاغل بال ناس كتير. الكارت ده مدته 5 سنين مسبق الدفع، بيطلع من خلال مكانين اتنين بس ملهمش تالت. اول حاجة انك انت بتدخل على متجر جوجل بلاي وتنزل تطبيق اسمه يلا سوبر اب، وبالمناسبة التطبيق ده شغال على الاندرويد فقط حتى تصوير هذا الفيديو، ولسه ما اشتغلش على موبايلات الايفون مع الاسف الشديد. بعد كده هتعمل تسجيل او تفتح حساب على يلا سوبر اب، وانت تفتح الحساب بتاعك على تطبيق يلا سوبر اب ما تنساش تحط الرمز الترويجي بتاعنا MW 2022. هتحصل على 2000 نقطة وانا هحصل على 2000 نقطة. تقدر بعد كده تحول النقط ديت الى كاش باك تستخدمه داخل تطبيق يلا سوبر اب من الشراء او تفعيل او تجديد باقات الانترنت ودفع الفواتير وما ذلك. بعد كده هتطلب من داخل تطبيق يلا سوبر اب انك انت تقول لهم انا عايز كارت يلا، وهيجي لك مندوب على العنوان اللي انت هتسجله ورقم التليفون بتاعك، هيتصل بيك في خلال اسبوعين الى 3 اسابيع بالكتير قوي. ممكن مع الضغط ده يتاخر معاك شويه عبال ما يوصلك، لان الطلب على الكارت في الايام الاخيره بقى كتير جدا، لانه هو الوحيد دلوقتي في مصر اللي بيتيح لك استخدام الكارت الشراء اونلاين، بيتيح لك ربطه مع باي بال لانه بالتعاون مع شركه فيزا العالميه، كمان بيتيح لك انك انت تعمل بيه اعلانات مموله على الفيسبوك وعلى جوجل، وكمان بتربطه على متجر جوجل بلاي وانا بستخدمه وما اقدرش استغنى عن الكارت ده نهائيا. اول حاجه بعد كده هيوصلك المندوب، هتدفع له 30 جنيه تمن قيمه اصدار الكارت، وكمان 20 جنيه شحن، يبقى الاجمالي 50 جنيه. دي كده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انك انت بتتوجه الى مكتب بريد قريب منك، تقول لهم انا عايز اطلع كارت يلا باي، يكون سنك يعدي 16 سنه ويكون معاك بطاقه. اللي عنده 15 سنه مش هينفع يا جماعه، لازم السن القانوني 16 سنه، ده رقم واحد. يكون معاك 30 جنيه بس مش 50 بقى، لان كده انت هتروح لهم بنفسك، مش هيبقى في حاجه اسمها مندوب، وهتستلم الكارت وهتستلم في الظرف مع الكارت ورقه كده مكتوب فيها الباسورد الاربع ارقام اللي انت بتستخدم بيها الكارت. تقدر بكل بساطه انك انت تغيره بعد كده، ولو ما استلمتش الورقه ديت بيكون الرقم اللي هو الافتراضي بتاع الباسورد بتاع الكارت 4 اصفار. بتروح بعد كده لموظف خدمه العملاء اللي جنب منه، بتقول له انا عايز افعل الكارت ده وانشطه، وبتدفع مبلغ 100 جنيه. في حاله انك انت عايز تربطه بباي بال لازم يكون في مبلغ 100 جنيه، لان باي بال بيخصم تقريبا 1.5 يورو وبيردوا الحساب عندك بعد 48 ساعه.
بعد كده بتشحنوا الكارت في عدة طرق لشحن الكارت، وده من اميز حاجة من كارت يلا باي. تقدر انك انت تعمل تحويل من يلا باي ليلا باي لو نفس الشخص معاهم نفس التطبيق ونفس الكارت. تقدر ان انت كمان تحول فلوس من اي محفظة الكترونية داخل مصر، سواء فودافون كاش او اتصالات كاش او وي او اورنج او اي محفظه معاك فلوس فيها. تقدر بكل بساطه انك انت تاخد الفلوس تحولها على كارت يلا سوبر اب وكارت يلا باي، وتستخدم الكارت في الشراء الاونلاين بره مصر عادي جدا من غير اي مشاكل، وشغال زي الفل حتى تاريخ تصوير هذا الفيديو. يبقى الناس اللي هي مش قادره انها تفتح حساب بنكي ومش عارف يعمل حساب بنكي لان فيه اثبات دخل ومفردات مرتب وكلام من ده، وعايز في نفس الوقت كارت يستخدمه خارج مصر للشراء الاونلاين خارج مصر، يستخدمه في اعلانات الفيسبوك، يستخدمه في اعلانات جوجل، يستخدمه كمان على جوجل بلاي، متجر جوجل بلاي نفسه، تربطه بباي بال بيسحب وبيودع وبيعمل كل حاجه زي الفل. كارت يلا باي من البريد المصري. لحد هنا خلصنا الحلقة بتاعتنا. أرجو إن أنت تكون استفدت من الحلقة. أرجو دعم الفيديو باللايك والشير على مواقع التواصل الاجتماعي. أرجو لو أنت أول مرة تشوف الفيديو بتاعنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد ومميز من قناة الفهيم برو. أشوفك إن شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.